السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم زكريا. رجعت لكم بعد غياب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وجيتكم اليوم بكيكه تاع الشوكولا بزاف بنينه، سهله سريعه التحضير وتحضر في دقائق، فقط بزوج حبات تاع البيض راح نتحضروا هذه الكيكه اللي تجي بزاف بنينه. بالنسبه للمقادير نحتاج زوج حبات بيض، قرصه تاع الملح، ومغرفه صغيره تاع لافاني. ايضا راح نديروا كاس الا ربع من السكر كريستاليزي. انا هنا كان مش متواجد عندي السكر الابيض فاستعملت السكر الاسمر. خلطت كلش بالباتور حتى نخلطوه، ورحت نضيف لهم نصف كأس تاع الزيت. ايضا نخلطوا جيدا بالباتور، وراح نضيفوا نصف كأس تاع الحليب. الكيكه هذه تجي خفيفه وهشه وبزاف بنينه، جربوها على ضمانتي. هنا راح ندير مغرفه ونص تاع كاكاو، من الاحسن انكم تشريو كاكاو البني اللي يكون بنين وفيه ذوق الشيكولا. ايضا نحتاج كاس تاع فرينه مع كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام. هنا راح نضيف ايضا ملعقه صغيره تاع الخل، ونخلط كلش. نحطها في سنيوه اللي هي 20 على 20، وندخلها الفرن تطيب على درجه حراره 180 درجه. نروحو نديرو الصلصه تاع الشوكولا رايحين نديروها. اول حاجه نحتاج نصف فنجال تاع كاكاو بني مع نصف كاس تاع حليب، فنجال عفوا. ايضا نصف فنجال تاع الزيت، ورايحه ندير نصف فنجال تاع السكر. انا هنا ما عنديش السكر كريستاليزي في البيت، ما درتو بالسكر كلاصي، ومن الاحسن انكم ديروه بالسكر كريستاليزي باه يجيكم مليح. راح نخلطوا كلش بالميكسور حتى نتحصلوا على خليط متجانس. راح نزيدوا لهم غرفه كبيره تاع شوكولاته الايطالي، ونتحصلوا على هذا الخليط اللي يكون خفيف، اللي زدت له انا قليل من الحليب باه تحصلت عليه خفيف هكذا. هذا هو، هذه الصلصه شوفوا تجي بزاف بزاف بنينه، جربوها وعلى ضمانتي. هنا عندي الفايتين، راح ندير 2 ملاعق ولا 3 على حسب القرمشه اللي تحبوها نتوما. نخلطها ونحطها بجيه. بعد ما طابت الكيكه تاعي راح نثقبها بواسطه عود خشب، ونروح نشربها بنصف كأس تاع حليب. حليب، درت له مغرفه صغيره تاع الشوكولاته بالحليب. تقدروا حتى ديروا له شويه كاكاو باه يمد لكم هذيك النكهه. كما تقدروا ايضا تشربوه بالقهوه، يعني تقدروا طيبوا قهوه ديروا فيها مغرفه تاع السكر وتشربوه. هنايا الكيكه تاعي بعد ما شربتها لازم تخليوها تبرد مليح. كي تبرد مليح تروحي تصبي عليها هذاك الخليط تاع الشوكولا، تعطيك بنة هايلة. يعني شوفوا الكيكة هذه، راني نقول لكم جربوها على ضمانتي، نقول لكم جربوها تجي بزاف بنينة. في الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.